يناير. فوق في السماء بزغ القمر مكتملا مكتنزا، لكن هنا في تارك ريزميلز جاءت عاصفة ثلجية كي تخنق السماء بالثلج. اندفعت الريح بعنف إلى الشارع الرئيسي، فاستسلمت لها كاسحات الثلج في البلدة معلنة عجزها. كان أرني ويستروم عامل إشارة السكة الحديدية قد احتجز في كوخه على بعد 9 أميال من البلدة، وقد تجمدت دراجته التي تعمل بالجازولين والمخصصة للمشي على القضبان. إنه ينتظر العاصفة هناك ويتسلى بلعب لعبة السوليتير بأوراق لعب مشحمة متسخة. وفي الخارج تتحول الريح إلى صراخ، فينظر ويستروم في توتر ثم يعود إلى اللعب. إنها الريح على كل حال، لكن الريح لا تخدش الأبواب ولا تعوي كي يسمح لها بالدخول. ينهض من مكانه رجلا فريع الطول ضامرا، يرتدي سترة صوفية ولفافة تبغ تتدلى من ركن فمه. وجهه الذي يحمل قسمات نيو إنجلاند تضيئه الانعكاسات البرتقالية من مصباح الكيروسين المعلق على الحائط. يعود الخدش من جديد. هذا كلب أحدهم، وقد ضل طريق ويريد من يسمح له بالدخول. هذا كل ما في الأمر، لكنه برغم هذا يتصلب. ليس من الإنسانية تركه هكذا في الخارج. ليس الجو أدفأ بالداخل على كل حال، لكنه ما زال يتردد. ثمة إصبع بارد من الخوف يعبث تحت قلبه. كان هذا موسما سيئا في تارك ريزميلز هذا العام، وكانت هناك علامات شؤم كثيرة. قبل أن يقرر ما يجب عمله يتعالى الأنين إلى زمجرة. هناك صوت ارتطام كأنما شيء ثقيل للغاية يضرب الباب. يتراجع، يضرب الباب، يرتجف الباب في إطاره، وتهب نسمة باردة ثلجية من أعلاه. يبحث أرني حوله عن شيء يدعم به الباب، لكن قبل أن يمد يده إلى المقعد الذي يجلس عليه ضرب الشيء الباب بقوة لا تصدق، مهشما إياه من أعلاه إلى أسفله. يتماسك الباب لحظة، لكنه يحشر رأسه فيه وهو يركل ويضرب بخطبه المتقلص على شكل زمجرة، وعيناه الصفراوان تتوهجان. كان هذا أكبر ذئب رآه أرني في حياته. زمجرته تشبه كلام البشر إلى حد مخيف. يتهاوى الباب أخيرا، يستسلم، وفي لحظة سيكون الشيء بالداخل. وفي ركن الغرفة كان هناك مثقاب بين أدوات أخرى. التقطه أرني وأمسكه، بينما الذئب يشق طريقه بالداخل ويقع. عيناه الصفراوان تتوهجان صوب الرجل المحاصر في الركن، أذناه مسطحتان للوراء، لسانه يتدلى، وخلفه يدخل الجليد من الباب الذي تهشم في منتصفه. يثب وهو يزمجر، بينما آني يطوح بالمثقاب. في الخارج تلتمع أضواء المصباح الخافتة على الثلج عبر الباب المهشم. تعوي الرياح وتعوي. يبدأ الصراخ. شيء غير آدمي قد جاء إلى تارك ريزميلز، لا أحد يراه. مثله مثل القمر الساطع فوق الغيوم من أعلى. إنه المذؤوب. لا يوجد تفسير واحد لوصوله الآن أكثر من أسباب حدوث السرطان، أو قدوم مجنون تكمن فكرة القتل في ذهنه، أو إعصار قاتل. مكانه هنا، وقته الآن، في هذه البلدة الصغيرة في ولاية مان التي ما زال الناس يؤمون الكنيسة فيها، وما زال الأطفال في المدارس يحضرون تفاحا لمعلماتهم، وما زالت الجريدة الأسبوعية تهتم باجتماعات المسنين. الأسبوع التالي ستكون هناك أخبار من نوع أكثر قتامة. في الخارج بدأت آثار أقدامه تمتلئ بالثلج، وبدأ صراخ الريح متوحشا منتشيا. كل شيء هو الشتاء الأسود والجليد القاتم. لقد بدأت دورة المذؤوب. فبراير. الحب هو ما فكرت فيه ستيلا راندولف وهي راقدة في فراشها.
بينما من نافذتها يدخل الضوء البارد الأزرق للقمر المكتمل في يوم القديس فالنتين. اليوم تلقت ستيلا 20 بطاقة بريدية بمناسبة الحب، 1 من الممثل بول تيومان، و1 من روبرت ريدفورد، و1 من جون ترافولتا. أبقتها مفتوحة في الغرفة أمامها، يضيئها نور القمر الأزرق الشاحب. لقد أرسلتها لنفسها كما تفعل كل عام. إنهم يسخرون منها في تاكرز ميلز. نعم بالتأكيد، الأطفال يسخرون منها، ولو ضمنوا أنهم بعيدون عنها وأن الكونستيبل نيري ليس قريبا فلربما غنوا بدينة بدينة 2 في 4. إنها تعرف كل شيء عن الحب وعن القمر. إنها بدينة أكثر من اللازم وتجارتها فاشلة، لكنها في هذه الليلة بينما القمر يغمر غرفتها بهذا اللون الأزرق عبر النافذة المغطاة بالجليد، إنها تعتقد أن الحب ما زال ممكنا. الحب ورائحة الصيف الآتي. فجأة هناك خدش على زجاج النافذة، تنهض على الوسادة مرتكزة على كوعها، وترى شكلا يحجب ضوء القمر. لا تدري ما هو، لكنه رجولي. تنهض شاعرة أن هذا كله حلم. إن هذا الجالس خلف النافذة رجل تعرفه، رجل تمر به في الشارع كل يوم تقريبا، لكن إذ تمرر يدها المكتنزة على زجاج النافذة البارد ترى أن هذا ليس رجلا على الإطلاق. إنه حيوان، ذئب أشعة عملاق، مخالبه على باب النافذة. لكن هذا يوم فالنتين ولا بد أن عيناها تخدعنها. هذا ليس حيوانا. ترفع النافذة فتشعر برياح الليل تطير ثوبها، فتعرف أن هذا ليس حلما. لا يوجد رجل هناك، وتدرك بشكل ما أنه لم يكن هناك رجل قط. تتراجع للوراء بينما يذهب الذئب العملاق إلى غرفتها، ينفض فراءه فيتطاير الثلج كأنه سحابة من سحب الحلم. متأخرا جدا تتذكر عامل الإشارة الذي مزقه ذئب مفترس في كوخ الإشارة فقط منذ شهر واحد. نعم، تذكرت هذا متأخرا جدا. يتقدم الذئب منها، عيناه صفروان تلمعان بجشع بارد. تتراجع إلى الوراء حتى تصطدم قدماها بفراشها فتسقط عليه وتتهاوى. يلمع ضوء القمر على فراء الوحش معطيا بريقا فضيا، وعلى المنضدة ترتجف البطاقات للحظة في الهواء البارد الذي دخل من النافذة. إحداها طارت ودارت في الهواء حول نفسها قبل أن تستقر في كسل على الأرض. يضع الذئب يديه المخلبيتين على الفراش، يدا على كل جانب منها. يمكنها أن تشم أنفاسه، حارة لكنها ليست كريهة. عيناه الصفروان تحدقان فيها. أغمضت عيناها بينما انقض عليها. إن الحب يشبه الموت أحيانا. مارس كانت آخر عاصفة ثلجية بدأت تضعف مع دنو الليل. قد ألقت الأغصان المهمشة في كل شوارع المدينة، وتعالت الأصوات تشبه طلقات الرصاص من الشقوق التي تحدث في الأخشاب المتعفنة. هذه يومنا الطبيعة تقدم أخشابها، وهكذا يقول ميلد ستورم فورم، أمين مكتبة البلدة لزوجته وهو يحتسي القهوة. رجل نحيل، هو ضيق الجبهة، أزرق العينين، وقد استطاع بساديته وتسلطه أن يبقي زوجته في سجن من الخوف 12 سنة. كان ميلت يحب جملته هذه كثيرا لدرجة أنه يكررها المرة تلو الأخرى. نعم، همنا الطبيعة تقلم أخشابها. فجأة تنقطع الأنوار وتشهق دونالي زوجته في رعب، بل إنها تسكب قهوتها. ستنظفين هذا، يقول زوجها في برود. الآن. حسنا حسنا حالا. وفي الظلام تبحث عن منشفة أطباق تجفف بها القهوة، فتصطدم ساقها بمسند الأقدام. تسقط على الأرض صارخة، ويضحك زوجها في الظلام من قلبه. إنه يجد رعب زوجته مسليا أكثر من أي شيء آخر. كما قلمت أمنا الطبيعة بعض أخشابها،
يبدو أنها قلمت كذلك بعض خطوط الكهرباء في ليلة مارس العصيب هذه. لقد غطى الثلج خطوط الضغط العالي وازداد كثافة حتى سقطت على الأرض مثل عش من الأفاعي، وراحت تتلوى وتبصق اللهب الأزرق. لم يكن أحد من عمال الكهرباء قادرا على الوصول إلى مكان الخلل بسبب الطرق الزلقة، وساد الظلام كل تاركز ميلز. وكأنما شبعت العاصفة وبدأت تهدأ قليلا، لكن البرد اشتد. تجمدت الحقول على شكل سطح أبيض براق. تباعدت السحب كاشفة عن وجه القمر، ويلمع الثلج الذي يغطي الشارع الرئيسي كعظام ميت، وفي الظلام يعوي شيء ما. فيما بعد لم يستطع أحد تحديد من أين جاء الصوت. لقد بدا كأنما هو آت من لا مكان وكل مكان، مثله مثل ضوء القمر الذي يغمر البيوت. آت من لا مكان وكل مكان، مثله مثل صوت بوق محارب من الشمال تسمعه دونالي بينما زوجها الشرير يغفو جوارها. يسمعه الكونستابل نيري إذ وقف في نافذة غرفة نومه في شارع لوريل. يسمعه أولي باركر أمين مكتبة البلدة البدين. يسمعه كثيرون، ومن بينهم صبي على مقعد متحرك. لا أحد يراه، كما لا يعرف أحد اسم المتسكع الذي وجده عامل الطريق في الصباح. حين وصل أخيرا إلى البلدة لإصلاح كابلات الكهرباء، كان مغطى بالثلج وجهه يصرخ صرخة صامتة وقد تمزق قميصه. كان المتسكع وسط بركة متجمدة من دمه، ويداه ما زالتا ممدودتين في حركة من يبعد خطرا عن وجهه، وقد تراكم الجليد بين الأصابع، وحول جثته كانت آثار مخالب، آثار أقدام ذئب. أبريل. في منتصف الشهر استحالت آخر هبات العاصفة إلى شلالات من المطر، وثمة شيء مدهش يحدث في تاركرز ميلز. لقد عادت الخضرة. لقد ولى الجليد في بركة ماتي تيلينغهام، ورقع الجليد في طريق الغابة المسماة الغابة الكبرى قد بدأت تضمحل. يبدو أن هذه الحيلة الناجحة القديمة ستنجح هذه المرة من جديد. لقد عاد الربيع. احتفل القوم بالمناسبة بشكل محدود برغم الظل الذي خيم على البلدة. قامت الجدة هيج بخبز بعض الفطائر ووضعتها على نافذة المطبخ حتى تبرد. وفي الكنيسة المعمدانية قرأ الموقر ليستر بوي بعض أناشيد سليمان، وألقى موعظة عنوانها ربيع رضا الرب. في الحانة يحتفل سكير البلدة كريس رايتسون بالمناسبة بشكل أكثر دنيوية. يرمقه صاحب الحانة وساقيها بيلي روبرتسون وهو يمشي مترنحا في ضوء قمر أبريل الفضي الذي لا يصدق، ويقول للساقي: لو كان الذئب سيفوز بواحد آخر فأعتقد أنه سيكون كريس. تقول الساقية وهي تهز كتفيها: لا تقل هذا. اسمها إليز فورنير، 24 عاما، تنوي ترك البلدة في الصيف. إن موضوع الذئب هذا قد بدأ يثير رعبها. بدأت تعتقد أن البقشيش ربما يكون أفضل في بورتسماث، والذئاب الوحيدة هناك تلبس ثياب البحارة. إن الليالي في تاركز ميلز حين يكتمل القمر غير مريحة، أما النهار فيكون أفضل، وتحلق الطائرات الورقية عصر كل يوم في عنان السماء. نال برادي كيناسيد البالغ من العمر 11 عاما نسرا في عيد ميلاده، وقد فقد كل إحساس له بالزمن وهو يرقب الطائرة تعلو وتهبط في السماء، ويرتجف خيطها في يده كأنها شيء حي. لقد نسي أن عليه العودة إلى البيت للعشاء. نسي أن أصحاب الطائرة الورقية قد رحلوا الواحد تلو الآخر، وقد طوى كل منهم طائرته تحت إبطه، ونسي تماما أنه صار وحيدا. دائما ما يكون رحيل الضوء وغزو اللون الأزرق هما ما يخبره بأنه تأخر. وعندما يرى القمر يرتفع على حافة الحديقة للمرة الأولى، هذا قمر دافئ
منتفخ برتقالي اللون وليس أبيضا شاحبا، لكن برادي لا يلاحظ هذا، فقط يعرف أنه بقي طويلا وأن أباه سيلومه على الأرجح وأن الظلام قادم. في المدرسة سخر من خرافات أصدقائه عن المذوب الذين قالوا إنه قتل المتسكع الشهر الماضي، وقتل ستيلا راندولف في الشهر الذي قبله، وقتل أرني ويستروم في الشهر الذي قبله، لكنه لا يضحك الآن، وإذا بالقمر يحول غبشة أبريل إلى ستار دموي. تبدو له القصة الحقيقية أكثر من اللازم. بدأ يلف الخيط بأسرع ما يستطيع، جاذبا النسر بعينيه الحمراوين من السماء المظلمة، يجذبه بسرعة بينما يموت النسيم، ونتيجة لهذا تهوي الطائرة وراء المنصة في الهواء الطلق. يتقدم نحوها وهو يلف الخيط كلما تقدم، ناظرا في عصبية إلى الوراء. فجأة بدأ الخيط يهتز في يديه للأمام والخلف. ذكره هذا بخيط الصيد حين يمسك بسمكة كبيرة في مجرى نهر تاركرز. فجأة يدوي زئير مريع في سماء الليل، ويصرخ برادي كيناسيد. الآن هو يصدق، نعم يصدق، لكن تأخر الوقت جدا، وقد ذاب صياحه وسط الزئير الذي بدأ يتعالى إلى أن صار عوان. الذئب يركض نحوه، يركض على قدميه، فراؤه المشعة برتقالي اللون في لهيب القمر، وعيناه مصباحان أخضران براقان، وفي إحدى اليدين اللتان تبدوان آدميتين وقد حلت المخالب مكان الأصابع، يرى طائرته التي تشبه النسر، إنها تهتز في جنون. يستدير برادي للهرب، لكن ذراعين جافتين تحيطان به، ويشم شيئا هو مزيج من الدم والقرفة، ويجدونه في اليوم التالي ملتصقا بالنصب التذكاري للحرب بلا رأس وبلا أحشاء، وطائرة النسر في إحدى يديه. تتراقص الطائرة كأنما تبغي الصعود إلى السماء، بينما فريق البحث يعود أدراجه مذعورا شاعرا بالغثيان. تتراقص لأن النسيم قد صح، تتراقص كأنما تعرف أن هذا يوم مناسب للطائرات الورقية. مايو، عشية يوم العودة للدار في الكنيسة المعمدانية. حلم الموقر ليسترلوي بحلم مريع، صحى منه يرتجف غارقا في العرق، ناظرا عبر نوافذ بيت الكاهن عبر الطريق كان يستطيع أن يبصر كنيسته. ضوء القمر يدخل من نوافذ غرفة النوم في شعاع فضي ثابت. يخطر له أنه للحظة سيرى المذوب الذي يتحدث عنه الجميع، ثم يغمض عينيه ويستغفر الله على تصديقه هذه الخرافات. لكن الحلم، في هذا الحلم كان في الغد، وكان يعظ في احتفال العودة للدار، وبدلا من أن يرى مقاعد خالية أو مليئة كما يحدث في أيام الأحد، كان كل مقعد مليا. في هذا الحلم رأى نفسه يعظ بقوة نارية لم يعتد أن يعظ بها. اليوم لمست لسانه قوة هائلة، وأدرك أنه إنما يلقي أعظم موعظة ألقاها في حياته، وكان موضوعها هو التالي: الوحش يمشي بيننا. كان يدور حول هذه النقطة شاعرا أن كلماته صارت شعرية وأن صوته يزداد قوة. إنه الوحش كما قال لهم في كل مكان. الشيطان يمكن أن يوجد في أي موضع، في رقصة المدرسة الثانوية، يشتري علبة تبغ في المتجر، يقف أمام الصيدلية يلتهم شطيرة. ربما كان الوحش جالسا بجوارك في قاعة الكونشيرتو، ربما يأكل فطيرة في مطعم ثرثر وامضغ في الشارع الرئيسي. الآن صار صوته همسا، لقد استحوذ عليهم تماما. يحترس من الوحش، ربما ابتسم وقال أنه جارك. أسنانه حادة ويمكنك أن ترى تقلب عينيه. إنه الوحش، وهو هنا في تاركز ميلز بالذات.
فجأة ينهار وتتخلى عنه طلقة لسانه لأن شيئا مريعا يحدث هناك في الكنيسة. إن المستمعين يتحولون إلى مذؤوبين، كلهم 300 مستمع. فيوليت ماكنزي معلمة البيانو جسمها النحيل يمتلئ فجأة، أنفها يتسطح ويطول. مدرس العلوم البدينة البرت فريمان يزداد بدانة، وخصلات شعر قوية كالزنبرك تثب من صدره كما يثب الياي من الأريكة القديمة. شفتاه سمينتان تتراجعان كاشفتين عن أسنان غليظة كمفاتيح البيانو. يتراجع الموقر لوي عن منبر الوعظ في خوف بينما تسود الفوضى ويصرخ الرجل: الوحش إنه في كل مكان، كل مكان. لكن صوته لم يعد صوته، لقد تحول إلى نوع من العواء بلا مقاطع، وحين نظر ليديه رأى أنهما تحولتا إلى مخالب. عندها صحى من النوم. هذا مجرد حلم، كذا فكر وهو يعود للفراش، فقط حلم، الحمد لله. لكنه عندما فتح الكنيسة في صباح الأحد، صباح يوم العودة للدار، لم يكن ما رآه حلما. هذا جسد كلايد كورليس الذي تولى التنظيف طيلة أعوام. هذا جسده وقد فرغ من الأحشاء، معلقا من قدميه ومكنسته بقربه. لم يكن هذا حلما، فقط تمنى الموقر لوي لو كان كذلك. يفتح فمه، يصرخ بأعلى صوته: لقد جاء الربيع ثانية، وفي هذا العام جاء الوحش معه.